لو بتدوري على الحلو سريع وسهل ومكونات بسيطة ويفتح النفس يبقى في الفيديو ده. السلام عليكم. النهاردة هنعمل الباستا بطريقة سهلة وحلوة وهشة ووشها مظبوط طعمها أحلى من المحلات. هنجيب الأول كوباية سمنة وكوباية سكر ونضربهم مع بعض. هنضربهم كويس جدا لحد ما تبقى هشة خالص. بعد كده هنجيب بيضتين بدرجة حرارة الغرفة. هنكسروا البيضتين بيضة بيضة واحدة واحدة وهنحط عليهم الفانيليا. وهنضرب البيضة الأولانية وبعد كده نضرب كويس وبعد كده نحط البيضة التانية ومعاهم طبعا الفانيليا بتاعتهم. ضربناهم كويس جدا. بنكونوا محضرين الدقيق، هي بتاخد من كوبايتين لكوبايتين ونص حسب نوع الدقيق اللي معاكي. بتجيبي الدقيق وبتنخديه وبعد كده بتحطي البيكنج باودر. حطينا كده كوبايتين وبعدين بنبتدي نعجنها. لو لقيناها لسه ملزقه قوي او طريه قوي في ايدينا بنبتدي نحط شويه اللي بعد كده الفاضلين. لانها مسكت والدقيق مسك معاكي وبقيتش بتلزق معاكي، خلاص كده بقت العجينه مظبوطه. بتمسكيها اهي ما شاء الله بقت مظبوطه معاكي. بتجيبي بقى البايركس او هتجيبي الصينيه اللي هتفردي فيها وبتاخدي تلتين العجينة أو أكتر من التلتين بشوية وتبدأي تفرديهم في قلب الصينية وتفردي من عند الجناب تعليها عشان تبقى ليها شكل كمان حلو. بتجيبي المربى اللي انت عاملاها او المربى اللي انت جايباها، ودي طبعا المربى اللي احنا عملناها مربى الفراولة والفيديو بتاعها عندكم. فردنا المربى بتاعتنا في الصينية. وبعد كده بنجيب الجزء اللي هو اللي لسه مركون معانا وبنحط عليه حبة دقيق. بنقعد نفرك فيه لحد ما يبقى عامل زي الرملة وبنرشها على وش الصينية، ودي أسهل طريقة ممكن تعملوها. بتدخلها الفرن، بيكون الفرن طبعا سخن من قبليها، وبمجرد إن هي تبتدي تحمر من الجناب أو من تحت بتحطيها تحت الشواية شوية صغيرين بتلاقيها وشها أحمر. ما شاء الله بتطلع في منتهى الجمال. شكلها جميل وهشة جدا وطعمها في منتهى الجمال. وطريقتها سهلة جدًا، ما فيهاش يعني خطوات ياما، وما فيهاش مكونات ياما. اعملوها وربنا يحسن ما بين إيديكم. واللي ما عملش اشتراك في القناة يشترك عشان يوصله كل جديد. ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات إذا كنتم بتحبوها بالمربى والّا بالشوكولاتة. لو عايزينها بالشوكولاتة بإذن الله نبقى نعملوها مرة تانية بالشوكولاتة.